بالنسبة إلي يبقى الخضر بلومي فنان الفنانين. الخضر بلومي أتصور لو اليوم كان موجود في عهد اليوم، أعتقد بأنه يلعب في الريال ويلعب في البارسا ويلعب في مانشستر ويلعب في أكبر النوادي في أوروبا بدون أي مشكلة، لأنه فعلا فنان من لاعبين القلائل، هو من صنع، من كان الفضل أو من كان ساهم في صنع ما جرى وصار بالتأكيد يعرف الكثير من الأجيال المتابعة حاليا لكرة القدم بعض نجوم منتخب الجزائر الحاليين مثل رياض محرز وإسلام سليماني وحتى إسماعيل بن ناصر، وحقا هؤلاء لاعبون مميزون جدا أبدعوا وصنعوا أفراح الشعب الجزائري وحتى العربي. لكن هل حقا أن هؤلاء اللاعبين فقط من استحقوا أن يطلق عليهم لقب أفضل لاعب جزائري، أم أن هناك من شاركهم وكتب تاريخه الخاص داخل بلده؟ هذه قصة الأخضر بلومي، اللاعب الذي كتب فصولا عريضة من تاريخ الكرة الجزائرية والإفريقية، وجعل أكبر الأندية الأوروبية تتسابق من أجل انضمامه إليها، اللاعب الذي لم يهزمه أي أحد في كرة القدم سوى حظه. في 29 ديسمبر كانون الأول سنة 1958، وبينما كانت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي في أوج قوتها، ولد الأخضر بلومي في مدينة معسكر إحدى ولايات غرب الجزائر، وذلك لعائلة بسيطة كحال معظم العائلات الجزائرية سنوات الاحتلال، فقد كان والده فلاحا بمزرعته في أطراف مدينة معسكر. فتن بلومي بسحر كرة القدم منذ طفولته، فانضم لنادي أولمبي سامباك إحدى نوادي الدرجة الثالثة وهو في سن صغيرة. وبعد عدة سنوات من لعب كرة القدم وبعمر 16 سنة ظهر بلومي لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ناديه أمام عمرية وهران، والتي انتهت بفوز رفقاء الأخضر بلومي. وبعد تألقه بفترة قصيرة انتقل الأخضر بلومي إلى نادي صفاء الخميس، وهو نادي من مدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلة في وسط الجزائر، والذي كان ينشط في دوري الدرجة الثانية الجزائري. وهناك بدأت الأضواء تسلط على الموهبة الجزائرية الصاعدة، هذا الشيء الذي جعله ينضم إلى المنتخب الجزائري للناشئين لأول مرة. وفي تلك الفترة كانت كرة القدم الجزائرية تشهد أولى إنجازاتها الدولية، وذلك بتتويج الجزائر بالميدالية الذهبية لألعاب البحر المتوسط في كرة القدم، والتي احتضنتها الجزائر بعد الفوز على فرنسا في النهائي سنة 1974. توهج بلومي جعله ينتقل في سنة 1976 للعب في الفريق الذي لطالما عشقه وكان يحلم بارتداء قميصه، وهو فريق بلدته غالي معسكر، وهو واحد من أقوى الفرق الجزائرية الناشطة في الدوري الجزائري خلال فترة السبعينات والثمانينات، لكنه لم يطل كثيرا مع النادي. وبعد سنة واحدة انتقل بلومي للعب في صفوف فريق مولودية وهران، وهو لا زال ابن 19 عاما فقط. لكن كل هذه النجاحات التي قام بها لم تكن سوى شيء ضئيل بما سوف يحققه مستقبلا. عام 1978 استدعى المدرب الجزائري راشد مخلوفي اللاعب الأخضر بلومي إلى تشكيلة الفريق الجزائري لأول مرة، وكانت أول مباراة له مع منتخب بلده يوم 22 أكتوبر سنة 1978، وذلك في بلانتيري بملاوي. وخلال موسم 1978 و 1979 برز الأخضر بلومي كأحسن لاعب وهداف للدوري الجزائري، وذلك بعد أن سجل مع ناديه مولودية وهران 11 هدفا. لكن توهجه مع نادي وهران لم يطل طويلا، فبسبب القوانين الجزائرية الخاصة بالخدمة العسكرية انتقل الأخضر بلومي إلى العاصمة الجزائر من أجل أداء الخدمة العسكرية، وهناك اغتنم نادي مولودية الجزائر الفرصة، ووقع النجم بلومي مع النادي بموسمين من سنة 1979 حتى 1981. وبالرغم من أنه لم يبرز كثيرا مع ناديه الجديد، لكن في الجهة المقابلة فإنه كتب فصولا من النجاح، وذلك مع المنتخب الجزائري، فقاد منتخب الجزائر عام 1979 في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى الفوز بالميدالية البرونزية وإلى التأهل لربع نهائي أولمبياد موسكو عام 1980.
ووصل بالجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية سنة 1980، لكنه وللأسف خسر أمام نيجيريا. حسنا، هل هذا كل ما فعله بلومي؟ لا، بل بالعكس يا عزيزي المشاهد، فهنا بدأت موهبته باللمعان أكثر. اتساهم بلومي بشكل كبير في تأهل المنتخب الجزائري لنهائيات كأس العالم عام 1982، إذ كان وراء تسجيل 10 أهداف كاملة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتميز والتألق الذي قام به كان سببا في اختياره كأفضل لاعب إفريقي في ذلك الموسم، ويحصل على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية لسنة 1981. لكن بلومي لم يكتفي بإبراز موهبته إفريقيا فقط، بل قرر أن يجعل العالم كله يرى موهبته المميزة. سنة 1982 كانت الجزائر على موعد مع المشاركة في كأس العالم بإسبانيا لأول مرة في تاريخها، وكانت أول مشاركة مونديالية لمحارب الصحراء في 16 يونيو سنة 1982، وذلك بملعب خيخون أمام العملاق الألماني بطل العالم مرتين وقتها. لكن المنتخب الجزائري استطاع الفوز بالمباراة بعد مباراة تاريخية لنجوم الجزائر حينها، وذلك بثنائية رابح ماجر والأخضر بلومي مقابل هدف ألماني واحد. لكن للأسف الجزائر أنهت مشاركتها التاريخية في كأس العالم، وذلك بخروجها من الدور الأول بعد اتفاق منتخب ألمانيا الغربية والنمسا على نتيجة مباراتهما الأخيرة. وعادت الجزائر رفقة الأخضر بلومي إلى المونديال مرة أخرى، وذلك في مونديال المكسيك سنة 1986، لكنها خرجت مرة أخرى من الدور الأول. لكن الاستثناء في هذه المشاركة كان الأداء الجيد للجزائر أمام البرازيل رغم الهزيمة، وهي المباراة التي قال فيها النجمان البرازيليان زيكو وسقراط الأخضر بلومي إنه من دهاة القرن في عالم كرة القدم، وذلك بسبب تميزه وطريقة لعبه الرائعة. على المستوى الإفريقي كانت كأس الأمم الإفريقية البطولة المفضلة لبلومي، فقد شارك في 5 بطولات متتالية لكأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده، وكانت البداية عام 1980 في نيجيريا، وفاز فيها بجائزة أفضل مهاجم في البطولة، ثم دورة سنة 1982 في ليبيا، حيث نجح بلومي مع منتخب الجزائر للوصول إلى نصف النهائي والخسارة أمام غانا في الوقت الإضافي. ولكن لسوء حظه لم يتم استدعائه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها بلاده سنة 1990، وشهدت تتويج الجزائر باللقب القاري في ذلك الوقت. لكن كمعلومة بسيطة، وأعلم أن هذا السؤال يراودكم الآن: لماذا لم يحترف بلومي؟ الحقيقة هي أن الأخضر بلومي يعد أحد أكثر اللاعبين العرب والأفارقة الذين تلقوا عروضا من أكبر الأندية الأوروبية، ومن بينهم نادي برشلونة الإسباني الذي كان يرغب بشدة في خطف موهبة بلومي إلى صفوفه سنة 1980. لكن للأسف كان هناك قانون غريب منع صفقة انتقال بلومي إلى برشلونة، وهو قانون كان يلزم اللاعبين الجزائريين بالبقاء في دوريهم المحلي حتى سن 27 سنة. ولفت بلومي أيضا أنظار يوفنتوس، وذلك بعد تألقه في مباراة ودية جمعت المنتخب الجزائري ضد النادي الإيطالي، إلا أن إصابة خطيرة تعرض لها بلومي في كأس أبطال إفريقيا في ليبيا وقفت أمام حلم انتقاله إلى النادي الإيطالي. لكن بعدها وبفترة قصيرة أحلام بلومي في الاحتراف انتهت تماما. عام 1989 تعرض بلومي للواقعة الشهيرة، وذلك عندما اندلع شجار بين لاعب الفريق الجزائري والمصري بعد مباراة تأهيلية لكأس العالم سنة 1990، وتعرض خلاله طبيب مصري إلى اعتداء ليتهم بعدها الطبيب بلومي بفقع عينه، ولتستمر القضية أمام العدالة لسنوات، والذي منع بلومي من مغادرة الجزائر لمدة 20 عاما قبل أن تجري تسويتها عام 2009 بتنازل الطبيب عن حقوقه وعقد جلسة صلح بين الطرفين. وفي سنة 1999 اعتزل الأخضر بلومي كرة القدم، وذلك حين بلغ سن 40 عاما.
يجزم كل من عاصر وشاهد اللاعب الأخضر بلومي في المستطيل الأخضر بأنه واحد من أفضل ما أنجبته الكرة الجزائرية والإفريقية. بلومي أسطورة خالدة في تاريخ الكرة الجزائرية، لاعب أبدع وأمتع وأدخل الفرحة في قلوب الجزائريين، وهذا ما جعله يعتبر كأفضل لاعب في تاريخ الجزائر. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب، كما لا تنسى أن تكتب الشخصية التالية التي تودون أن أعمل عنها الفيديو القادم. كان معكم هاكيتو، سلام.